وبركاته. حياكم الله في الحلقة التاسعة من برنامج نفحات رمضانية، وهذا اليوم سيكون موضوع حلقتنا نعم وحيدة بين أبنائي، يا من تنعم بنعمة الأم، أبصر فوالله إن بين يديك نعمة لا يعدلها نعمة، فلتشعر بوجودها كما شعرت بك، ولتشاركها همومها كما شاركت، ولتحمل عنها أعباء الحياة كما حملت عنك. لماذا أصبحت الأمهات وحيدات برغم أن البيوت ممتلئة بالأبناء والبنات؟ لماذا أصبحت الأم تنتظر حتى يتلطف أحد أبنائها بالجلوس معها والحديث إليها؟ لماذا أصبحت الأم لا تشعر بوجود أبنائها من حولها إلا أجسادا فارغة من المشاعر والإحساس؟ لماذا أصبحت الأم لا نشعر بوجودها إلا عند الحاجة؟ أصبح الكثير من الأبناء والبنات لا يفكر إلا بنفسه كيف يستمتع بوقته، نسي أو تناسى أن أمه لها حق أن يشعر بوجودها. همه إن كان في المنزل فبالجوال والإنترنت والمراسلات مع أصحابه وأصدقائه، ذلك الشاب وتلك الشابة نفس الحالة. والله إن هذا الأمر وهذا الجفاء غير مقبول أبدا أبدا، ولا ينبغي من الأبناء تجاه تلك الأم التي إن كانت حبا فهي أجمله، وإن كانت عطاء فهي أفضله، وإن كانت وفاء فهي أنبله، وإن كانت احتواء فهي أكمله. الأم هي الثوب الذي إذا لبسته يمنحك الحياة بكل معانيها. أنا أمك يا هي أمك، حملتك والعذاب الوان، أي قلب يحمل هؤلاء؟ أهذا هو جزاء الأم؟ أهذا هو جزاؤها؟ أنسيت فضلها وتعبها؟ أنسيت شكواها لمرضك؟ أنسيت أنينها وسهرها عند سفرك؟ عجبا والله لزمن، عجبا لزمن ضاعت فيه الرحمة حتى على الأمهات، عجبا لزمن ضاعت فيه الشيم والأخلاق. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أمي كلمة تعطر أنفاسي وتملأ خاطري نورا وأمنا. دعيني أقبل يديك ورأسك يا رائحة الشمس وعفو الظل وبر النور، يا باقة الحب، يا رواء الروح، يا أبهى عطاء الرب. أسأل الله أن يبارك في عمرك على الصحة والعافية والطاعة، وأن أكون لك نعم الولد كما أنت لي نعم